السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة مدحت علي على اليوتيوب. لو عندنا مشكلة زي كده إن أنت بترفع العربية بالكوريك وتلاقي الكوريك بيريح تاني. المشكلة بسيطة جدا وحلها سهل جدا، نشوفه مع بعض بعد الفاصل. أهلا بيكم. حضراتكم طبعًا لمّا بتنام عندك الفردة لا قدّر الله بتعمل إيه، بتُقف بالعربية على جنب، أو لو كانت يعني مريّحة جنب البيت والّا حاجة، بتنزل تجيب مفتاح العَجَل وتبدأ تهوّي المسامير أو تفُك سِنّة يعني من كل مسمار كده أو سِنّتين، وبعد كده تجيب الكوريك وبتحطّه تحت العَجَل. طيب الكوريك بتاعنا عبارة عن إيه؟ طبعًا الكوريك اللي بيبقى جاي مع العربية بيبقى كوريك يدوي، بيبقى صعب شوية في الاستخدام وبالذات في الرفع وفي التنزيل. طبعًا كلّنا بنحب نجيب الكوريك الهيدروليك ده، بيبقى سهل 1 طن طبعًا، بيبقى سهل في الاستخدام. هو عبارة عن زي ما أنت شايف كوريك كده ومعاه اليد أو الماسورة بتاعته المعدن، وفي آخرها بيبقى الجزء ده بيبقى مبطّط مش مدوّر. هنعرف الكلام ده ليه بعد شوية. كمان معاه بيبقى يد كمان عشان تركّبها في الجزء ده كده بتبقى ناشفة شوية معلش، وبعد كده بتبدأ إن أنت سهلة تستعملها في إن أنت تشيل بيها الكوريك. طيب الجزء المبطط ده زي ما قُلنا بيستخدم ليه مهمة كويسة جدًا يعني، أو المهمة الأساسية إن هو بيفُك مسمار الضغط ده وبيربطه حسب الاستخدام. يعني أنت دلوقتي هتريّح العربية أو هتنزّل الكوريك، بتفُكه باليد دي، بتركّب الماسورة في الصامولة دي أو في الجزء ده، وبتفُك في اتجاه عكس عقارب الساعة، ولمّا تيجي ترفع العربية لازم تكون مربوط بإحكام عشان ترفع بيه. بتركب دي هنا، وطبعًا زي ما أنت شايف الجزء المعدن الصغير اللي طالع ده عشان تقدر إن أنت تستخدم اليد دي في إن أنت تزُق الكوريك تحت العربية أو تسحبه باليد دي برضه، تمام. ومعمول له كمان زي ما أنت شايف عَجَل عشان سهولة الحركة، وعشان كمان وأنت بترفع العربية الكوريك بيتحرك ويخش تحت العربية، فما تقلقش ده طبيعي يعني. تمام. الحاجة الأخيرة اللي هي الطبق اللي أنت بترفع بيه أو اللي هو بيلامس العربية. أنا بس يعني عن نفسي أنا باحب أستخدمه في الشِفّة اللي هي بتاعة الرفع. باضبط الطبق ده بحيث يبقى جاي تحت الشِفّة مضبوط، وبعد كده بابدأ أرفع. المفروض الصح إن أنا بعد ما أهوّي المسامير بتاع قبل ما أهوّي مسامير العَجَل دي، باحط الكوريك تحت العربية وأخلّيه بس محمّل حاجة بسيطة جدًا، عشان أبدأ أفُك المسامير، وبعد كده أبدأ إن أنا أكمّل رفع. طيب المشكلة بقى ظهرت فين؟ لمّا بنيجي نرفع أهو، خلّيك معايا كده. أنت بترفع العربية، خُد بالك وأنت بترفع آخر تَكّة كمان، بُص تلاقي هاحاول أنزّل لك الكاميرا على الأرض عشان برضه تبقى شايف معايا. تمام. أنت دلوقتي كده بتحاول ترفع العربية، ولمّا بترفع بالكوريك أنت كمان بتحس إن الكوريك مش بياخد النَفَس اللي أنت بتدّيه، بيضيّعه، يعني ما بياخدش النَفَس كلّه، النَفَس بيطلع وبيطلع ببطء. وكمان بُص زي ما أنت شايف كده بيرفع على الفاضي، ولو سِبته بتبُص تلاقيه ركّز معايا كده بيريّح تاني لوحده. معنى كده إن الكوريك يا إمّا خَد هوا يا إمّا نقص زيت. تمام كده. زي ما أنت شايف كده العربية نزلت تاني، فطبعًا دي لو عجلة نايمة يبقى كان هينزل لحد ما ينزل على الأرض خالص. تمام. بُص معايا كده تاني، أنا عاوز أوريها لك برضه تاني أهو. شايف اليد كأنك بتنفخ في يعني زي ما بيقولوا كده في قِربة مقطوعة، وما ما يعني ما فيش أي استفادة كده. الكوريك بقى زي قِلّته. طبعًا في الحالة دي بتلجأ للكوريك اليدوي، وده بيبقى صعب جدًا في الاستخدام بالذات كمان السيدات يعني. تمام كده. طيب هنشوف مع بعض هنحلّه إزاي. كل اللي هتحتاجه حضرتك هو شوية زيت من زيت اللي يعتبر الأوتوماتيك اللي هو 320 من أي شركة، مش ضروري موبيل يعني. أنت مش محتاج شواية كتير، يعني أنا عندي يا دوبك حاجة زي لتر كده، أنا مش محتاج منه كتير. الزيت ده عندي أدي له فترة، فمش ضروري لازم كمان يكون زيت جديد ولا حاجة. كل الحكاية إن أنت هتشيل البلاستيكة اللي مغطية الصامولة بتاعة الإضافة، وتجيب مفك عادة. تمام. وتشوف وتفك الجزء شايف معايا كده الصامولة تفك دي كمان تكون مطمن إن صامولة الضغط دي مفكوكة، أو مسمار الضغط مفكوك، وتجيب المفك وتبدأ تفك الطبة دي، طبة زيت زيها زي طبة الزيت بتاع العربية. هي طبعًا زي ما أنت شايف هي ممكن تفك مفتاح عادة أو مفك عادة زي ما أنت شايفين كده. كمّل بعد الفاصل. أهلًا بكم من جديد. نكمّل فَك المسمار.
زي ما أنت شايف لمّا بيكون مسمار يعني بسن مفتاح أو مفك، معنى كده إن أنت لمّا بتربطه ما بتقرّطش عليه جامد، يعني لو استخدمت مفتاح 12 أو 10 أو أيًا كان، ما تربطش جامد لإن أنت بتربط رابطة مفك مش رابطة مفتاح. تمام كده، هنجيب الزيت ولو معانا قمع أو أي حاجة، أنت ممكن هو محتاج نقطتين يعني، هو الزيت بتاعه قريب يعني، فهو ناقص حاجة بسيطة جدًا، هنكمّلها ونقفل الدنيا زي ما كانت، ونجرّب مع بعض كده الكوريك بعد ما قفّلنا. بتقرّب الكوريك تحت العربية أو تحت الشفة زي ما إحنا عارفين، وبتبدأ إن أنت تضبّط الطبق قبل ما ترفع عشان ما يبقاش يعني راكب بجنب أو حاجة، وبعد كده بتكمّل رفع عادي ما فيش مشكلة. تمام، زي ما أنت شايف كده الكوريك حتى في الاستجابة بتاعة اليد بقى بيستجيب أسرع زي الأول، بيرفع معايا العربية ورفع العربية على طول من أول مرّة من غير مشاكل. بُص معايا كده هتلاقيه حتى ما ريّحش زي ما كنا بنشوف كده في المقدمة، العجلة بقت حرة الحركة. تمام، وكده الحمد لله المشكلة اتحلت. أنتظر تعليقاتكم، كل سنة وأنتم طيبين.